السلام عليكم. مرحبا. بنيامين نتنياهو الذي لا يزال يحاكم بتهمة الفساد يمكنه أن يجد منصبه كرئيس للوزراء في إسرائيل. حزبه المحافظ حزب الليكود يتصدر الانتخابات، لكن يجب عليه تشكيل تحالف غير سهل في إسرائيل التي عاشت التشريعية الخامسة في 3 سنوات. يريد نتنياهو التحالف مع الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة التي ضاعفت النتيجة. قائدهم ابن غفير محور حملته الانتخابية الأمن. بينما هنا هجمات للمقاومة في الربيع الأخير مع ارتفاع الضغط في الضفة الغربية، والغارات الإسرائيلية شبه يومية تسببت في مقتل أكثر من 120 شخص. فرصة لنا لإعادة زيارة هذه الأراضي الفلسطينية التي تقتطع أكثر فأكثر كل يوم. في 1993 لمحت اتفاقية أوسلو إلى حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بعد عامين تم اغتيال ديتزاك روبين من قبل يهودي أصولي معارض لتسليم الأراضي الفلسطينية. قد وضعت حدا لهذا الآمل منذ ذلك الحين استمرار دوامة العنف، ولم تنجح أي إحياء لعملية السلام على الإطلاق. في غضون 2007 سيؤدي انقسام الحركة الفلسطينية إلى معسكرين متعارضين، إلى زيادة تعقيد الوضع، حيث يسيطر الإسلاميون في حماس على قطاع غزة، بينما تحتفظ حركة فتح العلمانية بالسلطة في الضفة الغربية. نجاح الحكومة اليمينية في السلطة خاصة بنيامين نتنياهو من 2009 ل 2021 فضل الاستعمار في تحدي لقرارات الأمم المتحدة. انظر هنا خريطة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس للتعامل مع الهجمات وحماية المستوطنين. حاجز فاصل 500 كيلومتر تم بناؤه، لكن ذلك الحاجز الآمن لا يمنع المقاومة الفلسطينية ولا العنف الدائم للشرطة والجيش الإسرائيلي والصراع الإسرائيلي الفلسطيني والانتقال إلى الخلفية الجيوسياسية في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط. لكن القصة لم تنتهي في الأراضي الفلسطينية، فقد تنفجر انتفاضة جديدة في الضفة الغربية. بينما بن غفير زعيم اليمين المتطرف يرى نفسه وزير للداخلية في حكومة نتنياهو الجديدة،